دلوقتي يا دكتورة خلينا نتكلم برضو بشكل يعني كل الناس فيه إن حد مثلا ابنه مش بيذاكر أصلا، ما بيجيش جنب المذاكرة. وأنا كأم أو كأب شايف إن نجاح الطفل أو الطفلة دي في التعليم طبيعي. في الزمن ده لازم يكون عنده شهادة عليا ويكون عنده دراسته يكون ناجح فيها، عشان دي أول مقومات النجاح. فأوتوماتيك أما بلاقي ابني حبيبي ذاكر، يا حبيبتي ذاكري، يا بابا عندك امتحان، ولا الهوا طبيعي غصب عن اي ام واي اب لازم هوبخ، لازم هقعد ادي كلام. يا ابني انت كده هتبقى فاشل. انا مش عايزه اوصل رساله ان انت تبقى فاشل يا ابني، ما انا بقول لك اوعى، بس انا عايزه اقول لك خلي بالك يا ابني، انت غبي كده، انت هتروح في داهيه. هو ليه بيوصل له الرساله غلط؟ او انا العيب فيا انا بقى، او العيب في الامهات كلها اللي بتتكلم، انا بتكلم بالصيغه عنهم يعني. بصي، بما اننا بنتكلم على جرح الام فلازم نقول هو ليه اسمه جرح الام. ما الاساءات دي بتحصل زي ما كان حد بيقول من القرايب ومن الاصحاب وكذا. اشمعنى احنا قلنا جرح الام؟ لان اكتر حد المفروض ان هو مقدم الرعايه، اللي المفروض ان هو يحمي الولاد، المفروض ان هو السند، المفروض ان هو الحمايه والحكمه، هي الام او الاب. لما الام ما بتقومش بالدور ده بتعمل جرح غائر ومؤلم اكتر من اي حد تاني. عشان كده بقول جرح الام. فلما الام وهي اللي من خلال كلامها الانسان بيرسم صوره عن نفسه. يعني ام طول بنت انا واثقه فيكي، انا قلبي حاسس انك هتعملي حاجه جميله قوي، انا صدقيني الكلام ده حقيقي. على فكره عايزه اقول لك الكلام ده بشكل شخصي، يعني الكلام ده حقيقي. عماله تقول كلام ايجابي معلش وتيجي على نفسها على ارض الواقع. لا انا على فكره انا بكلمك من ارض الواقع. طيب لما تكون الام طفل او ولد ما بيذاكرش فاشل. لا اكمل لك كلامي. لما بتكون الام عارفه اللي هيحصل من ورا الكلام اللي هي عماله ترميه وتحقن بيه ابنها، وعارفه هتدفع ثمن قد ايه، بتتجنب ده وبتبدا تستخدم كلام حكيم ومفردات بناءه لولادها. مش عارفه يعني حاسه ان الموضوع لا انت حاسه ان انا بقول كلام نظري،